جايز عاملين ايه؟ النهاردة فكرة الفيديو حلوة قوي وكمان هتعجبكم. ويلا نبدأ. لو دايما حاسة ان اليوم بيعدي بسرعة وما بتعمليش حاجة، الفيديو ده ليكي. انا كمان كنت بعاني من نفس المشكلة، وقت كتير بيضيع مني من غير ما احس. بس لما بدأت انظم وقتي كل حاجة اتغيرت. تعالى اقولك ازاي. بس قبل ما نبدأ عايزة اقولك ما تنسيش طبعا انك تعملي اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا. اول حاجة اعملي لستة بالمهام بتاعتك او تو دو ليست زي ما بتقولوا. اكتبي كل حاجة عايزة تعمليها في اليوم، حتى الحاجات دي لو كانت صغيرة. تمام، دي كمان هتفرق معاكي. تاني حاجة، قبل ما نبدأ طبعا لو محدش عمل لايك يعمل اللايك وكمان الاشتراك علشان يوصل لكم كل جديد. وتاني حاجة يا جماعة انكم تقسموا وقتكم، يعني بدل ما تقولي هذاكر كتير قولي هذاكر ساعة رياضة وكمان نص ساعة عربي. تالت حاجة ابعدي عن الموبايل وقت المذاكرة، الموبايل هو أكبر مضيع للوقت. رابع حاجة انك تاخدي بريك كل 30 أو 40 دقيقة مذاكرة. خدي كل 5 دقايق راحة عشان تفضلي مركزة. خامس حاجة انك تحضري ليومك من بالليل علشان تبقي عارفة مثلا هتعملي ايه بكرة او كده، وتحددي انك هتعملي ايه بكرة، وعلشان لما تصحي هتبقي عارفة انتي هتعملي ايه وكده. واهم حاجة بقى انك ما تضغطيش نفسك. ابدأي واحدة واحدة، مش لازم تبقي perfect، وكمان مش لازم أن تبقي perfect في من اول يوم او كده. تمام. وفي الاخر ان التنظيم الوقت مش صعب، بس محتاج التزام. جربي الكلام ده يوم واحد بس وهتحسي بفرق كبير. وما تنسيش تعملي لايك وفولو عشان افكار دراسية اكتر وكده. وطبعا قبل ما تقفلي الفيديو او الفيديو يخلص عايزة اقولك انه المشكلة مش في الوقت نفسه. المشكلة ان الوقت بيتسرب مننا من غير ما نحس، زي الموبايل او السوشيال ميديا او التسويف. تبقي قاعدة ل24 ساعة، كلنا عندنا نفس الوقت، لكن في ناس بتستغل صح وفي ناس بتهمل فيه، بس الفرق في استخدامه. جربي تقسمي يومك كده، مثلا نوم من 7 ل8 ساعات، مدرسة أو دروس، مذاكرة من 2 ل4 ساعات، ترفيه بحدود زي الموبايل أو كده. ايه الفكرة؟ يبقى عندك توازن مش ضغط. تاني حاجة انك برضو النظام، مش يعني مثلا 3 مهامات بس بدل ما تكتبي 10 حاجات وتتعبي. اعملي كده، اختاري 3 حاجات مهمين جدا في اليوم، خلصيهم الاول. بعد كده انت هتحسي بالانجاز، بدل ما تعملي ولا حاجة بسبب الضغط. هتحسي ان انت وراكي حاجات كتيرة ومش هتقدري تعمليهم. ويا جماعة الطريقة البومودورو مهمة جدا. ذاكر 25 دقيقة تركيز وتاخدي 5 دقايق راحة. كرري ده 4 مرات وبعدين خدي بريك أطول. ده بتخليكي تذاكري بتركيز من غير ما ترهقي. قانون اقفلي الباب وقت المذاكرة، اقفلي الإشعارات، حطي الموبايل بعيد عنك. قولي لنفسك دلوقتي وقت الجد بس. حتى لو ساعة واحدة هتفرق جدا 100% معاكي. اعرفي وقت نشاطك، في ناس شاطرة الصبح، في ناس شاطرة بالليل. يعني مثلا انت وقت تركيزك الصبح، في ناس وقت تركيزها بالليل، على حسب. التخطيط الأسبوعي مش بس يوم بيوم، كل أسبوع هتحددي المواد اللي وراكي، وزعيها على الأيام. ده بيمنع أي تراكم قبل الامتحان. أهم غلط التسويف. جملة هبدأ بعد
جملة هبدأ بعد شوية. الحل ابدأي ب5 دقايق بس، غالبا هتكملي لوحدك. كافئي نفسك. هتقولي هكافئ نفسي ازاي؟ بعد ما خلصت المذاكرة اعملي حاجات بتحبيها، شوفي فيديو، كلمي صاحباتك، ده بيخليك تحبي النظام مش تكرهيه. الخلاصة: تنظيم الوقت، خطة بسيطة، التزام، تقليل المشتتات. مش لازم تبقي مثالية، بس لازم تبقي مستمرة. وبس كده، ما تنسيش تعملي لايك وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد، وطبعا تفعلي زر الجرس. ولو حابة